في عام 2011 بدأت أتعلم برمجة لما كنت في أولى متوسط تقريبا، إلين وصلت اليوم لغات برمجة ما أقدر أعدها الحمد لله. أنا كان عندي خاتم فيه تقنية أقل بقليل من التقنية اللي في يدي الآن، فلقيت أني أقدر أسوي فيها أشياء كثيرة مرة، فزرعت الشريحة بنفسي بس قعدت يمكن تقريبا 4 شهور الأخيرة بس أتعلم كيف أزرع الشريحة. أول استخدام لها اللي هو إني أشارك فيها بياناتي. طبعا الآن الموضوع تطور إني بشريحة واحدة أقدر أشارك معاه كل بيانات تواصلي، جميع مواقع التواصل حقتي، رقم جوالي، أي وسيلة تواصل تبغى تتواصل معي فيها، مجرد ما ألمس جوالك راح تطلع لك وسيلة التواصل هذه. بعد كذا حاولت إني أجربها على الفنادق فيها بطايق، فعن طريق بطاقة الفندق هذه أخذتها نسختها حطيت بياناتها في الشريحة، وصرت أقدر أفتح باب الفندق بيدي من غير ما أستخدم البطاقة حقت الفندق. فأنت اختصرت كل الأشياء هذه في شريحة واحدة موجودة في يدك. استخدمتها على السيارة الآن، أفتح الباب السيارة وأقفله. حتى ميزة الشريحة إن مثلا أنا الآن أنس، إذا فتحت سيارتي السيارة راح تتعرف علي إني أنس. لو نسوي سكان من هنا راح تفتح الأبواب، راح يبدأ الجهاز يشتغل. نشغل من هنا أول شيء، بعدين نقول Good morning. Good morning. Welcome to Anas's car. How can I assist you today? سيارة مبرمجها على لغة بايثون، وماخذ ذكاء اصطناعي مدربة لي كم شهر، وأيضا كمبيوتر السيارة بحيث أن الجهاز يقدر يفحص السيارة ويعلمني الخرابات اللي موجودة في السيارة، أو حتى يقدر يرسلها لي إيميل. في النهاية كمان أشكر قناة العربية على استضافتهم الجميلة هذه، دعمهم جدا يعني لي الكثير.